فيلمنا النهارده بيحكي عن راجل وحيد مكتئب اسمه لي تشاندلر، وبنعرف انه عايش في كويسي ماساتشوتس وبيشتغل عامل نظافه وبيساعد في صيانه المباني. وهو بيشتغل بيتعامل باسلوب بارد ولكن محترف ومش بيتصاحب على السكان ابدا. بس في يوم واحده من السكان قليلين الذوق بتطلب من لي انه يصلح الدش وبتتخانق معاه، وهو لما بيرد عليها بتطرده من الشقه وبتبلغ المدير بتاعه استاذ امري بكل اللي حصل. ولما استاذ امري بيطلب يقابل لي علشان يتناقش معاه في اللي حصل بيطلب منه انه يعتذر للست اللي اتعصبت. بس لما بيلاقي ان ليه عنده حق في تصرفاته دي بيستوعب ان ليه شخص كويس ومش هينفع يخسره، فبيقرر يسايس هو الست المتعصبه دي ويحل المشكله بنفسه. وبيقول لي انت شخص كويس جدا ولكن انا كل شويه بيجي لي شكاوي منك. وبالليل ليه بيروح البار علشان يقعد يشرب ويسكر مع نفسه، وبيتخانق مع 2 رجاله واللي بيفضلوا باصين عليه من بعيد. وبعد الخناقه ليه بيروح شقته وبينام قدام التلفزيون وبيحاول يستعد علشان يكرر الروتين بتاعه ده من تاني لما يصحى. والحقيقه ان العيشه لوحدك ممكن تكون هاديه، بس في حاجه في عيون لي بتقول انه مش مرتاح ابدا من جواه. وبعد كام اسبوع لي وهو في الشغل بيبلغوه ان اخوه جو عنده ازمه قلبيه واتنقل على المستشفى. فلي بيقلق جدا على اخوه وبياخد اجازه من الشغل وبيبدا يسوق بعربيته وبيسافر لمده ساعتين لمانشستر على البحر، ودي المنطقه اللي جو عايش فيها مع ابنه باتريك اللي عنده 16 سنه. بس للاسف لما لي بيوصل المستشفى بيبلغوه ان جو مات من ساعه. والغريب ان لي مش بيبان على وشه انه متاثر، وتعبيرات وشه بتفضل زي ما هي بنفس بسطة العيون وكل حاجة. وطبعا ده معناه ان لي طول عمره حاسس بالوجع. ولي وهو بيحاول يتقبل موضوع وفاة اخوه جورج صاحب جو بيحكي له ان هو اللي نقل جو للمستشفى بعد ما فقد وعيه فجأة. وبعدين بيعرض عليه ان هو اللي يبلغ عمهم داني واللي نقل قريب لمينيسوتا، وبيقول كمان لراندي طليقة لي. وبعد ما لي بيسيب المهمات دي لجورج بيروح المشرحة يشوف اخوه للمرة الأخيرة. وهو في الطريق لي بيفتكر اول مرة لما جو اتشخص بفشل في القلب، والدكتورة بتشرح له اكتر عن المرض هو واخوه وباباهم وإليز كمان طليقة جو، واللي من وقتها بقت مدمنة كحول واتخلت عن جو وباتريك. وإليز بتتخض فجأة وبتتعصب وبتسيب المستشفى وبتمشي. وفي الحاضر بنلاقي لي بيوصل المشرحة وبيشوف جو وبيودعه وبعدين بيرجع لجورج. وبعد كده لي بيصمم ان هو اللي يبلغ ابن اخوه بالخبر ده وبيمشي من المستشفى وبيروح المدرسة لباتريك. وهو في الطريق ورايح المدرسة لي بيفتكر الوقت اللي راح يصطاد فيه مع جو وباتريك بالمركب بتاع جو من حوالي 10 سنين. وجو وهو بيسوق المركب لي وباتريك بيستمتعوا سوا وبيرخموا على بعض وبيصطادوا وبيطلع لهم سمكة كبيرة. وباتريك بيتحمس قوي بعدها والتلاتة بيحتفلوا. وفي اليوم ده لي بيرجع لبيته وبيطمن على مراته راندي واللي بتكون نايمة في السرير وتعبانة. وبعدين بيروح يحضن بناته وابنه وبعدها بيروح ياخد دش. وفي الحاضر بعد ما بيسوق فترة لي بيتصل ببول نائب رئيس المدرسة واللي بيبلغه ان باتريك راح تمرين الهوكي وبيديله العنوان بتاع مكان التدريب. وبعد ما بينهي المكالمة بول بيشارك المعلومة دي مع السكرتيرة والاتنين بيتكلموا عن لي وبيقولوا انه رجع البلد. وفي المشهد اللي بعد كده بنروح لباتريك وبنشوفه وهو في تمرين الهوكي، وده بعد ما بقى فرد مهم جدا في فريق الهوكي وبيهاجم 2 من صحابه بطريقة متوحشة في وقت الماتش، والمدرب بتاعه بيزعق له على اسلوبه العنيف. وبرغم التحذيرات دي باتريك بيفضل يقلل احترامه من المدرب وبيقعد على دكة الاحتياطي. وبعد كده بدل ما يعتذر للمدرب باتريك بيشوف ليه من بعيد فبيروح له، والمدرب بينبهر لما بيشوف ليه تشاندلر المشهور وبيسمع الشباب بالعافية وهما بيقولوا له ان القصص اللي بتتقال عن ليه دي مش حقيقية. وبعد كده ليه بيبلغ باتريك بالخبر الحزين ده واللي بيحكي لصاحبه، وبعدين بيسيب التمرين وبيمشي مع ليه. وهما ماشيين بالعربية ليه بيعرض على باتريك انه يوصله المستشفى علشان يودع باباه، والاتنين بيتخانقوا مع بعض بسبب سوء تفاهم بيحصل بينهم. وبعدها الاتنين بيهدوا وبيعتذروا لبعض وبيروحوا المستشفى، وهناك ليه بيحاول يدعمه فبيروح معاه للمشرحة، ولكن باتريك يا دوب بيدخل كام ثانية وبيمشي بعدها على طول. وبعد كده الاتنين بيروحوا البيت جو، واول ما بيدخلوا باتريك بيطلب اذن من ليه علشان يعزم صحابه على البيت وبيطمن لما ليه بيوافق. وليه بيتعشى لوحده وبيقضي الوقت كله هو لوحده. وفي الناحية التانية بنشوف باتريك وحبيبته سيلفي واتنين تانيين صحابهم بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا عن ذكرياتهم المفضلة مع جو. وبالليل باتريك بيروح لليه من تاني وبيطلب منه ان سيلفي تبات معاهم، وبيفرح لما ليه بيوافق وبيتناقش مع عمه اذا كان المفروض يكلم مامته يبلغها بالخبر ده ولا لا. بس بعد ما بيتكلموا فترة الاتنين بيقرروا ما يقولولهاش. وبعد كده ليه بيقضي وقته وهو بيفتكر قد ايه إليز كانت فوضوية، وليه بيتواصل مع مامته وبيبلغها بالوضع بالايميل. وتاني يوم في المدرسة المدرب بيطلب باتريك على المكتب بتاعه علشان يبلغه انه فاهم جدا الفترة الصعبة اللي عايشها دلوقتي وبيوعده انه يتغاضى عن تصرفاته العنيفة. بس المدرب بيقول له كمان انه عايز باتريك ياخد يومين اجازة، وده لانه مش عايز يأذي نفسه على التلج. وبيقول له كمان انه لو احتاج اي حاجة يقدر يلجأ له في اي وقت على طول. وبعد المدرسة ليه بيعدي على باتريك وبيروحوا يقابلوا محامي جو علشان يقرأوا الوصية. بس هم هناك ليه بيتصدم صدمة عمره، خصوصا لما بيعرف ان جو
عينه يبقى الوصي القانوني لباتريك من غير حتى ما يتكلم معاه. وليه بعد ما كان متوقع ان عم دوني هيكون هو الوصي على باتريك بيحاول يبعد نفسه عن المسؤولية دي مع المحامي ولكن مش بيقدر. وبعدها ليه بيحاول يستخدم مكانه البعيد وشغله كسبب يرفض بيه المسؤولية اللي ما كانش متوقعها ابدا دي، بس بيتصدم مرة تانية لما بيعرف ان اخوه فكر في كل حاجة وعايزه يرجع مانشستر وساب له مبلغ كبير يغطي تكاليف النقل زائد مصاريف تانية تغطي احتياجاتهم هما الاتنين هو باتريك لحد ما يبداوا يستقروا في حياتهم الجديدة. وليه يشوف هيشتغل ايه هنا، ومع ان علاقته كويسة بابن اخوه ولكن ليه ما بيبقاش واثق في نفسه بخصوص يعني موضوع انه يربي طفل في العموم. وبرغم الشرح المفصل اللي المحامي شرحه كاجابة على كل اسئلة ليه بخصوص الوصية والطريقة اللي هينفذوها بيها، ولكن ليه ما بيبقاش قادر يفهم اخوه كان بيفكر في ايه وهو بياخد قرار زي ده. والموضوع ده بيخلي ليه يرجع يفتكر ذكرياته الحزينة اللي بيحاول ينساها بقاله كتير، خصوصا من بعد ما حياته اتغيرت وخلته يعيش زي الخيال اللي ما عندوش اي حياة. وفي المشهد اللي بعد كده بنرجع بالزمن وبنعرف ان في يوم في مانشستر راندي والاطفال وهم نايمين ليه قرر يعزم صحابه على البيت وعملوا حفلة بسيطة الرجالة كانوا بيستمتعوا فيها وهم بيسكروا بيدخنوا وبيلعبوا. بس بالليل الحفلة بتبدأ تخرج عن السيطرة وراندي بتصحى وبتزعق ليه وبتقول له يخلي اصحابه يمشوا. وليه بيوافق، بس اول ما راندي بتمشي الرجالة السكرانين بيكملوا الدوشة وده بيخليها ترجع وتحذرهم مرة تانية. وبعدها الرجالة بيعتذروا لراندي وبيمشوا اخيرا. وليه بينصحهم يسوقوا بالراحة لانهم كلهم سكرانين ومش فايقين. وفي الحاضر المحامي لما بيلاقي ليه بيفتكر الاحداث اللي حصلت في الليلة دي وبيحاول يخليه يفوق وبيتكلم معاه علشان يرجع لوعيه. وبعدها بيشرح ليه ان عنده حق انه يرفض موضوع الوصاية ده، بس بيقول له ان ده هيكون معناه ان باتريك كده هيضطر يكون مع إليز واللي محدش اساسا بيثق فيها. وليه وهو بيحاول يفكر كويس في الاختيارات اللي قدامه عقله بيرجع تاني يفكر في الحادثة اللي حصلت يومها وده بيجبره يرجع يعيش الرعب ده مرة تانية. وبنعرف مع بعض ان من كام سنة في اليوم اللي عملوا فيه الحفلة وبعد ما الرجالة مشيوا ليه بيدخل البيت يطمن على عيلته وبيطمن لما بيلاقي ان راندي رجعت البيت والولاد كلهم ناموا فوق برغم الدوشة. بس ليه بيلاحظ ان الجو برد جدا فوق وبيرمي كام خشبة في الدفاية على امل انه يخلي المكان دافي لاولاده، وده لانه ما ينفعش يستخدم الدفاية المركزية لانها تخلي راندي تتعب اكتر. وبعدها ليه بيلاقي نفسه لسه ما صحصحش فبيقرر يخرج يتمشى شوية وبيروح السوبر ماركت يشتري شوية حاجات. وفي الطريق ليه بيفتكر انه نسي يحط الشاشة بتاعة الدفاية، بس بيفتكر ان كله هيبقى تمام لانه كده كده مش هيطول. بس لما بيرجع البيت بيستغرب لما بيلاقي البيت حواليه جيران وعربيات اسعاف، فبيستوعب ان اسوأ كوابيسه حصلت وبيته ولع بمراته واولاده وعيلته كلها. ومرعب قوي قد ايه الحياة ممكن تتغير في غمضة عين. بعد ما كان بيحتفل هو بقى دلوقتي بيدفن عيلته كلها بعدها بكام دقيقة. ولحسن الحظ عمال المطافي بيقدروا يوصلوا راندي وده لانها كانت نايمة في الأوضة اللي تحت، والحمد لله بينقذوها في الوقت المناسب وهي بتقعد تصرخ بسبب زعلها وخضتها على اولادها. وليه من الصدمة بيتشل في مكانه وبيقف يتفرج من بعيد. وعمال المطافي بيجروا في كل مكان وهم بيحاولوا يطفوا الحريقة دي. والصبح اول ما الحريقة بتطفي راندي بتتنقل للمستشفى علشان يعالجوها بعد الدخان اللي دخل جسمها ده. وفي الوقت ده جو بيسمع الخبر وبيجري على البيت علشان يدعم اخوه. وبعد ما بيدوروا كتير عمال المطافي بيلاقوا اخيرا جثث الاطفال وبيخرجوهم في اكياس وده بيخلي ليه يتقطع. واصلا فكرة ان الواحد يخسر طفل دي شيء صعب جدا، ما بالك بقى بثلاث اطفال وبسبب كمان حاجة هو حاسس ان هو المسؤول عنها. ده كتر خيره انه ما اتجننش لحد دلوقتي. وبعد كده بيروح مع باباه وجو للقسم علشان يشرح اللي حصل بالتفصيل وبيفتكر كل حاجة وهو مش قادر يرجع بالزمن وينقذ عيلته. وبعد ما بيسمعوا كل حاجة البوليس بيقول انها حادثة مأساوية والمفاجأة انهم بيقرروا يسيبوا ليه يمشي، بس ليه بيفضل حاسس بالذنب وبيكون مقهور على اولاده فبيمسك مسدس من الضابط وبيحاول ينهي حياته. بس لحسن الحظ الكل بيتصرفوا بسرعة وبينقذوه قبل ما يعمل اي حاجة في نفسه. وفي الحاضر ليه بيفوق من الذكرى دي وبيمشي من مكتب المحامي ومع باتريك وهم رايحين العربية الاتنين بيتخانقوا على المركب بتاع جو واللي جو سايبه لباتريك، وده لان ليه بيكون عايز يبيعه علشان يوفر المصاريف ولكن باتريك بيكون عايز يحتفظ بيه بأي شكل. وفي وسط الخناقة بيكون في واحد معدي بيحاول يتدخل ويساعد باتريك ولكن ليه بيزعق له وبيكمل في الخناقة. وبعدها باتريك بيخلي عمه يهدى كده وبيعتذر للراجل. وبعد كده الاتنين بيروحوا للمينا علشان يتكلموا مع جورج عن المركب وهو بيقول لهم قد ايه الموتور ده غالي وصعب انهم يغيروه. في الوقت ده ليه بيقول لباتريك انه ناوي ياخده وينقله على بوسطن بعد ما العزا يخلص. وباتريك بيبقى هيتجنن وبيتعصب جدا علشان بيكون عايز يفضل هنا مع صحابه. وهم مكملين في الخناقة باتريك بيحس ان عمه مش متحمس قوي انه يكون الوصي عليه وانه وافق غصب عنه. وهم ماشيين من المركب باتريك بيقول انه عارف مكان مامته وده شيء بيعصب عمه اكتر لانه عارف ان جو ما كانش حاببها. وبعد كده الاتنين بيروحوا دار الجنازات في بيفرلي وبيعرفوا ان الجنازة هتتأجل فترة لان الارض متجمدة. وبعد ما باتريك بيعرف ان جثة باباه هتتشال في الثلاجة لحد ما يدفن بيتخض جدا وبيتحدى قرارات ليه بخصوص موضوع ترتيبات الجنازة والاتنين بيتخانقوا. وبعد كده
كده الاتنين بيركبوا العربية وبيتخانقوا على قد ايه الجو تلج، والظاهر كده ان كل واحد فيهم بيطلع زعله على التاني وبيحاولوا يركزوا طاقتهم على اي حاجة تانية غير الخسارة الكبيرة اللي عاشوها. وبعد كده لي بيوصل باتريك لحبيبته التانية ساندي علشان يتدرب مع صحابه على العزف. وبعد التدريب باتريك بيقعد شوية مع ساندي وبيتعشى معاها هي وامها. وبالليل ريندي بتتصل على لي على البيت علشان تعزيه وبتطلب منه انها تحضر جنازة جو ومعاها جوزها الجديد جوش. ولي بيقبل عادي بكل هدوء، والاتنين بيقعدوا يتكلموا مع بعض ويسألوا على بعض شوية لحد ما ريندي بتقول انها حامل، والخبر ده بيخلي لي يتصدم ولكن بيسيطر على مشاعره وبيبارك لطليقته. وبعد كام يوم برغم الدفن اللي اتأخر عائلة تشاندلر وجو بيعملوا جنازة لجو واللي بيحضرها كل حبايبهم ومعارفهم. ولي بيكبت كل مشاعره وحزنه وبيندمج مع الأجواء علشان يفضل يشتت نفسه. وفي وقت ما جورج ومراته بيجهزوا كل حاجة باتريك بيقضي وقته مع أصحابه اللي بيكونوا جايين يدعموه. وبالليل لي بيرفض يخلي سيلفي تبات معاهم وده بيخلي باتريك يتضايق. وبعدين بيتخانقوا تاني بخصوص موضوع انهم يروحوا لبوسطن واللي باتريك بيقاومه. وبالليل لي وهو قاعد يقرأ بيسمع صوت دوشة فبيجري على المطبخ وبيلاقي باتريك بيعاني من نوبة عصبية وشكله كده بدأ ينهار أخيرا ويطلع مشاعر الزعل اللي عنده دي، واللي كان بيعمل كل حاجة يشغل بيها نفسه علشان يحمي نفسه من مشاعره علشان خايف يواجه مشاعر الزعل. وبعد شوية باتريك بيهدى شوية وبيجري على اوضته وبيقفل الباب على نفسه. ولي بيقلق على ابنه فبيكسر الباب وبيدخل، وبعد ما بيتأكد ان ابن اخوه كويس بيقعد بهدوء وبيراقبه لحد ما باتريك بينام. وتاني يوم الصبح بعد ما لي قعد يفكر في باتريك طول الليل لي بيقرر يفضل في مانشستر مع ابن اخوه لحد ما الولد يخلص مدرسة ويقدر يتأقلم على حياته الجديدة. وبيحكي القرار ده لباتريك وبيوعده انه هيبقى يخليه يرجع يزور البلد هنا في اي وقت يحبه. وباتريك مش بينبهر بالقرار ده وبيوافق بكل برود. وتاني يوم إليز بتتصل بيهم على البيت على امل انها تتكلم مع ابنها ولكن لي بينهي المكالمة. وبعدها باتريك بيتخانق مع لي وبيتهمه انه بيحاول يبعده عن امه ويدمر له حياته، بس لي مش بيتأثر بكل الاتهامات دي وبيرفض اقتراح باتريك لما بيقول له انه عايز يعيش مع امه. وبيبلغه انه مسموح له يتغدى معاها هي وخطيبها بس بعد ما هو يتكلم معاها ويتأكد انها فاقت من الادمان. وبعدها لي بيروح يدور على شغل في المدينة ولكن مش بيقدر يلاقي شغل خالص، وده لان في عدد كبير من الناس استنتجوا ان الحريقة دي ما كانتش حادثة ومن وقتها وهم بقوا يعتبروا لي قاتل. وبعد كام يوم باتريك بيطلب من لي انه ياخده على بيت ساندي وبيتحايل عليه انه يشغل جيل فترة علشان يقدر يلاقي وقت فاضي لنفسه مع ساندي من غير ما حد يقطعهم. وبعد مقاوحة كتير لي بيوافق وهو متردد. وبعدها لي بيقعد مع جيل واللي بقالها مدة معجبة بيه وبيسهروا سوا في الصالة، بس الخطة بتفشل لان لي بيفضل قاعد ساكت ومش بيتجاوب معاها لحد ما الست في النهاية بتزهق وبتمشي وبتروح بعدها تشتكي لبنتها واللي بتجبر الرجالة انهم يمشوا. وهم راجعين البيت بالعربية باتريك بيتخانق مع لي علشان ما قدرش يتواصل مع جيل. وتاني يوم لي بياخد باتريك يوصله عند بيت إليز علشان يتغدى معاهم وبيقابلها هي وجوزها جيفري وبيمشي بعد ما بيحذر باتريك وبيفكروا انه يبقى يبعت له رسالة لو في اي حاجة غلط حصلت. وبعد شوية الثلاثة بيقعدوا مع بعض يتغدوا ولكن باتريك بيحس انه مش مرتاح. وفي اخر اليوم باتريك وهو راجع مع عمه بيلاقي لي بيقول له ان إليز اتغيرت وبقت احسن، بس باتريك بيفهم الموضوع غلط وبيتهمه انه بيحاول يخلص منه. والاوحش من كل ده كمان ان باتريك بتجيله رسالة غريبة من جيفري واللي بيقول له فيها ان مامته مش جاهزة انها تهتم بيه دلوقتي وانها لسه ما بقتش شخص مسؤول 100% وانه محتاج يبعد عنهم فترة. وبيقول له كمان انه لو حابب يتواصل مع امه يبقى يكلمه هو الاول. وساعتها طبعا للاسف باتريك قلبه بيتكسر. وبعد كام يوم لي بيحاول يساعد ابن اخوه انه يكمل مسيرة ابوه ويشتغل على المركب ويبيع كام سلاح من المجموعة بتاعة جو وبيشتري بيها موتور جديد للمركب وده بيخلي باتريك يفرح جدا. وبعدها باتريك بياخد ساندي وبيلف بيها بالمركب وبيقضوا وقت لطيف جدا سوا. وفي الوقت ده لي بيتمشى شوية في البلد وبيعمل شوية مشاوير وبيقابل ريندي بالصدفة وبيكون معاها ابنها اللي لسه والداه. وبعد ما بيسلموا على بعض ريندي بتطلب من لي انهم يتغدوا سوا بس قبل ما يرد بتبدأ تعتذر له علشان ما كانتش موجودة جنبه وقت المأساة دي وعلشان قالت له كلام كتير صعب. وهم بيتكلموا مع بعض ريندي ولي بيتأثروا جدا وهي بتقعد تعيط لحد ما لي بيرفض يقبل اعتذار راندي وبيقول لها انها ما عملتش اي حاجة تعتذر له عليها. وبكده هو بيرفض عزومة الغدا بتاعتها وبيمشي. وبيكون صعب قوي على لي اللي بقاله كتير بيعافر علشان ما يواجهش صدماته النفسية ومشاعره انه يخسر المعركة دي وينهار بأكتر طريقة موجعة بسبب الحادثة اللي حصلت. وبالليل لي بيروح البار وبيسكر وبيدخل في خناقة ملهاش اي معنى مع ناس غريبة ولحسن الحظ جورج بيتدخل وبينهي الخناقة دي وبيرجعه البيت. وبعدها جورج بيوصل لي للبيت وبيهتم بيه هو ومراته. واول ما بيهدى لي بيقعد يفكر في كل حاجة وبيستوعب وقتها انه مش هيقدر يعيش في البلد دي مرة تانية. وبعدها بيتكلم مع جورج ومراته وبيحاول يقنعهم يتبنوا باتريك وبينقل لهم كل فلوس الوصاية علشان يقدروا يهتموا بيه. وبعد كده بيبلغ باتريك بالقرار ده وبيشرح له انه مش هيقدر يأجر البيت والمركب وهو عايش مع اهله الجداد بس هو يقدر يعمل قرارات مادية كبيرة بعد
بعد ما يوصل لسن ال21 سنة. وبعد كده لي لما بيلاقي باتريك متأثر بيشرح له إنه مش هيقدر يقعد في البلد، وده لأنه مش قادر يتخطى صدمته النفسية ولا قادر يتعايش معاها. وبعد كده لي بيرجع لبوسطن وبيبدأ شغله وبيدور على شقة أكبر يقدر يستقبل فيها باتريك علشان لما يجي يزوره وبيكمل حياته. وفي يوم لي بيرجع مانشستر علشان يدفن جو وبيحضر أهلهم وأصحابهم القريبين. ويومها لي وباتريك بياخدوا المركب وبيروحوا يصطادوا تاني زي زمان. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.